عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده جايب لك حلقة قوية جدا تعبت عليها عشان اقدر اقارن لك ما بين سعر الام جي زد اس في المملكة العربية السعودية كام وفي مصر كام، عشان نعرف فرق السعر كام. وهنتكلم على الاسعار الحقيقية اللي تتباع بيها السيارة. يعني لو انت حضرتك اخدت نفسك ونزلت سألت في اي معرض هتاخدها بكام في مصر وهتاخدها بكام في السعودية، والفرق ما بينهم كام، عشان تعرف الفرق ما بينهم كبير ولا صغير، وهل في استغلال كبير جدا ولا لا. بالنسبه طبعا للام جي زد اس، لما نيجي نتكلم عليها هي تعتبر من السيارات الاس يو في اللي احنا بنسميها الكروس اوفر تحت المدمجه. العربيه طبعا صيني والسياره صيني، بتصنع بكامل في الصين، ومثلا بتيجي في مصر من خلال 3 فئات تبع توكيل المنصور. والسياره على فكره يا جماعه في المجمل العام كان اول مره يتم تقديمها في العالم سنه 2016. ما تنساش يلا اللايك الجميل واشتراكك في القناة عشان تقدر توصل لك كل حاجة جديدة، ويلا بينا نقارن السيارة. في البداية طبعا عايزك تعرف ان في شكل موجود في مصر وشكل احدث منه موجود في السعودية. فدي اول حاجة لازم تاخد بالك منها كويس جدا. الشكل اللي انت حضرتك شايفه ده عامة ده اللي موجود في مصر، والشكل اللي فيجي في السعودية اول دلوقتي ما تيجي هحطه لكم كمان في الفيديو دوت، زي ما قلت لكم متعوب عليه عشان تقدروا تستفيدوا منه. الشكل اللي موجود في السعودية يعتبر احدث جيل، ولكن طبعا العربية دي في المجمل العام في موجود منها بره كمان نسخة كهرباء، ودخلت اختبارات الأمان الأوروبية في 2019 وحققت 5 من 5 في اختبارات الأمان. طيب، العربية في المجمل العام تعتبر لها منافسين أقوياء جدا، زي الجيلي كولاراي، زي الشيري تيجو 3، زي الفورد ايكو سبورت، زي البايك اكس 3، زي البيستون تي 33، زي الجاك جي اس 3. والسيارة طبعا لما جينا شفنا المحرك بتاعها في مصر عشان نشوف هل هو نفس المحرك اللي موجود في السعودية ولا لأ، هنلاقي مثلا اللي في مصر بينزل 1500 سي سي، 4 سلندر، 119 حصان، والعزم 150 نيوتن متر، ومتوسط استهلاكها في البنزين 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر. تعالوا بقى نشوف السعودية ونشوف الأسعار عاملة ازاي بالمرة. في السعودية يا جماعة برضو بتنزل بنفس المحرك اللي هو 1500 سي سي تيربو وبمواصفات بنزين. والسيارة طبعا برضو بتنزل في السعودية من خلال 3 فئات، وام جي من اشهر طبعا السيارات اللي بتنزل سيارات اس يو في كتير. يعني هتلاقي مثلا في سيارة الام جي اتش اس، الار اكس 5، ممكن كمان الاتش اس اتكلمنا عليها. ومش عايزين نخش في حاجات كتيرة، لكن تعالوا دلوقتي نشوف السعر عامل ازاي. بالنسبة لمصر الام جي زد اس عامله كام تسليم لو انت نزلت معرض مش رسمي؟ زي ما انتوا عارفين الرسمي في التوكيل مفيش، ولو رحت التوكيل هيقولك مفيش. خلاص، ده الشكل اللي موجود في مصر. والشكل اللي بعديه على طول ده الشكل الجديد اللي هي هتلاقي الشبكه بتاعتها واسعه شويه، اللي هي مكتوب عليها اهو نيو ام جي زد اس، عشان تبقى بس يعني ايه مدرك الفرق من خلال الشكل حتى بس. ولكن المهم، لو جينا شفنا السعر في مصر كام لو انت نزلت اشتريت الام جي زد اس الفئه الكومفورت، هتلاقيها بسعر تسليم 1,470,000 جنيه. 1,470,000 جنيه دي الفئه الكومفورت. الفئة الكومفورت دي اللي هي أول فئة اللي هي سعرها الرسمي 1,150,000 جنيه. يعني تقريبا قيمة الأوفر برايس كام؟ احسبها أنت بقى وقول لي في التعليقات. طيب، لو رحنا السعودية هتلاقي إن الفئة الأولى منها عاملة 85,799 ريال سعودي. حول أنت بقى الريال ده لجنيه وشوف الفرق كام وقول لي في التعليقات، وأشوفكم إن شاء الله على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.